من أهم التفاصيل في قضية هيثم العدني اللي دائما يسألوا عنها ويعلقوا عليها المعلقين في المنشورات وفي الفيديوهات. أول شيء يقول لك ليش المحكمة حكمت على هيثم وظلمته دام هو بريء وهذا الشيء اللي حدث معه. ثانيا يقول لك ليش أخوه ما يسلم نفسه ويبرئ هيثم من هذه القضية، لأن هيثم ما له دخل وهيثم وأخوه هو اللي سوى هذا الشيء. ثالثا يقول لك هي قضيته يعني دفاع عن النفس وقضية شرف وقضية مدري ايش. وبعدين يقول لك ليش ما خرج المحادثات من داخل الجوالات من الشركة واستخرج ما حدث وما. أول شيء فيما يخص المحكمة دائما لا تحكم إلا بأدلة واضحة وبينة وصريحة أمام الطاولة. ما عندك أدلة تتحمل النتيجة، لأن هيثم عندما كان في الحادثة اللي حدثت حاول أنه ينقذ حسب الكلام وحسب ما قيل. طبعا أنا مش موجود عشان أقول هذا الكلام، لكن أنه حسب ما قالوا رووه المقربين من هيثم أنه حاول بالبداية ما استوعب الحادثة اللي حدثت، لأنه أخوه اللي بادر بهذا الشيء حاول يستخرج السكين من داخل الشخص هذا، لكن ما في فايدة. الرجال خلاص يعني ما فيش أمل، فرجع فلت الرجال وفلت، ولا كان حاب يقتل بكل بساطة يأخذ السكين معه ويمشي. لكن سبحان الله ما بعض الأحيان أنت ما تقدر تستوعب من هول الحادثة اللي حدثت أمامك، فترك السكين أمامها عند الرجال وما عاد طلعها. أخذ الجوالات، أكثر شيء كان يهمه هو الجوالات والأدلة اللي داخلها، فأخذ الجوالات وراح. فلو جاء أخوه عشان يسلم نفسه هناك في أدلة إن الهيثم هو اللي سوى الحادثة حسب السكين. الأخ يعتبر مشارك في الجريمة، والحسب ما صدر في الحكم اللي قالوا عليها المقربين منه إن الحكم صدر على الاثنين بالإعدام. يعني معناته إذا جاء الأخ ما في أي فائدة، لأنه بيعدموا الاثنين يعتبر مشاركين في الجريمة ويتم الحكم على الاثنين نفس النظام. جاء أخوه ما جاء أخوه، سلم نفسه ما سلم نفسه، ما تفرق، يعني هو رايح معاه في القضية. ثالثا في خصوص الشرائح والمحادثات اللي موجودة داخل الشرائح عماني أو هي من حق بلده، طبعا ما علينا، شريحة بلاده ما يقدر إنه يستخرجوا السلطات اليمنية إنها تخرج المحادثات أو المكالمات أو أي شيء إلا من خلال سلطة هذا الشخص في بلاده. وحسب طبعا ما قيل بأن السلطات هناك رفضوا يتجاوبوا أو يجيبوا أي أدلة، حتى أن الحكم كان مستعجل. احنا عارفين في ناس عليهم قضايا داخل اليمن صاحبيه له حوالي الحين 7 سنوات و8 سنوات، وأهله يطردوا من محكمة لا محكمة رغم أن الحكم جاهز ومؤمد ما باقي إلا التنفيذ، ويطارد له سنين من مكان لا مكان عشان ينفذوا الحكم. لكن هذا عشان أنه عنده ناس ووساطات عارفين القضاء اليمني ما يحتاج يشرح لكم كيف نفذوا بكل شكل مستعجل جدا. ما فيش، هذه توضيحات بس التعليقات اللي تحصل كثير بالنقاط، يعني حطينا النقاط على الحروف تبين الوضع. أما اللي حدث بشكل عام حدث، وهيثم راح الله يرحمه، وهذاك راح بكل الأحوال الله يرحمه، ما إيش نقدر نقول أكثر من كذا، راح وذاك راح، حسبنا الله ونعم الوكيل. واللي هو مظلوم سواء هذا أو هذاك، الاثنين بيأخذ جزاته هناك في الآخرة. هذا أكثر شيء بيقدر نسويه، لأنه ما عاد في شيء الآن مجال أمامنا أن احنا نسويه. هيثم راح، ما في أي محاولة أصلا أن احنا نسويه الحين بعد هذا الكلام كله، وهذاك راح، الله يرحم الاثنين. تحياتي.